تعالوا مع بعض كده نعمل حاجة حلوة بسرعة وسريعة في الجو البرد اللي احنا فيه ده، لا قادرين نعمل حاجات تكتر لنا مواعيننا ولا فينا حل اي حاجة، وعايزين نتدفى بحاجة. طبعا اطفالنا في الجو البرد ده بيبقوا عايزين دايما ياكلوا حاجات حلوة ويتدلعوا. تعالوا نعمل مع بعض كيكة الميكروويف. حطيت 3 معالق من الدقيق كبار، عليهم معلقة كبيرة من الكاكاو، وعليهم 3 معالق من اللبن او الحليب، وعليهم معلقتين من الزيت الذرة العادي، او ممكن تبدليهم بمعلقتين سمن او زبدة زي ما تحبي وزي اللي موجود عندك. قلبتهم كده مع بعض كويس جدا، وبعدين هضيف باقي المكونات. طبعا لازم رشة الملح ما ننساهاش، رشة بسيطة جدا جدا لا تذكر، لان كمية الكيكة بتاعتنا قليلة. دلوقتي بنتي حطت معانا نص معلقه الكيك بيكنج باودر. انا حطيت كيك شيف مش بيكنج باودر، حطيت كيك شيف لان هو سريع وبيديني نتيجه افضل. وهنحط السكر ده حسب الرغبه وحسب التحليه اللي تحبيها. انا حطيت 3 معالق صغيرين من السكر، ممكن تزودي وممكن تنقصي، بس ده الحالة المتوسط لها والكويس. وحطيت كمان حوالي ربع او اقل، كمان ربع كوبايه من الميه الدافيه. وهقلب كل العجينه بتاعتي كده، خلصت معايا وخلاص بقيت بالسمك كده. هقلبها كويس جدا جدا وهدخلها الميكروويف على دقيقتين، حسب نوع الميكروويف بتاعك وحسب تسويته معاكي هتبقى ازاي. انا بتاعي بيسوي خلال دقيقتين بالظبط، بتكون مستويه معايا. عملناها مع بعض في دقيقتين، ما خدتش معانا وقت ولا مجهود ولا تعب، وكمان بنتسلى فيها في البرد اللي احنا فيه. بصوا تعالوا نختبرها بالسكينة كده نشوفها استوت ولا لا. بصوا السكينة طالعة معايا نضيفة وزي الفل، واستوت من القلب ومن كل حتة، وكان طعمها رهيب جدا. يلا بألف هنا وشفا، جربوها وقولوا لي رأيكم.